أشر عن أنيابه. وليد، خلني أقول أبارك لك مرة ثانية. في نصف الموسم لا كنا نتوقع أن يكون الشباب بهذا الحال، لم نكن نتوقع أن يصل إلى البطولة. اليوم الأجواء حارة، حتى شفتك بين الشوطين كنت مستمتع بالولد اللي طار. طبعا أنا رايق ومتفائل ومعلمهم. أنا قبل المباراة قايل لهم بتفوزون. اجتماعنا البارح كان اجتماع حقيقة من رئاسة نادي الشباب. لم يحدث يوم ان اجتمعنا مثل اجتماعنا البارح. كان اجتماع تحضيري رائع جدا وتحضير نفسي على اعلى مستوى. الصعود الى المنصة اليوم هل هو بناء على الصلح اللي امس ولا وفق القوانين؟ لا، وفق القوانين. اولا لائحة الانضباط تعدلت عشان خالد البلطان ولم تفسر. احنا نقول للي عدل لائحة الانضباط القامات لا تنحني، القامات لا تنحني، وبيننا وبينهم الاستئناف. ما راح نتكلم بيننا وبين الاستئناف وبيعرفون قديش هم اخطأوا. صدق في اغنية للشباب. انا الان اصرح رئيس نادي الشباب من قلب المنصة ومن قلب الحدث. في اغنية يقولون قال واقدح من راسي. صدق هذه اغنية؟ في اغنية طالعة بهالاسم للشباب؟ نعم في اغنية انا بهديها لجمهور الشباب، اهديت لي حقيقة وفاجأتني اليوم المغرب، وبمشيئة الله سيقدح فيها الجميع اليوم كل الشبابيين بعد هذه المباراة ان شاء الله. من كلماتها نقدح من راسي؟ لا من كلمة أنا ماني بشاعر. لا من كلماتها فيها بجزء من والله ما سمعتها على خفيف ولا اهتميت فيها. المهم انها اغنية بمواجهة الحدث، والمهم انها الشعور. هالجمهور الكبير اللي جاء اليوم طلع فرحان، وثبت اليوم لما انا قلنا ان الشباب دائما كعبه عالي، معناه الشباب دائما كعبه عالي. هل الفوز طعم اخر كونه امام الاهلي؟ بدون شك الاهلي فريق كبير وفريق محترم وفريق حقيقه شاركنا مباراه طيبه لازم نعطيه حقه. ف ما صرح لك يعني بامانه الله يعني الاهلي قدم مستواه، قدم اقصى ما يستطيع، لكن بحضور الشباب وهذا التحضير الرائع للعيبه اللي اشكرهم فرد. اشكر سمو الامير خالد بن سلطان على دعمه واتصالاته الدائمه حقيقه. ابو فيصل الفرحه فرحتين. مقاطعه ابو الوليد، هذه هديه لابو الوليد اللي يستاهلها صراحه. الله يطول عمرك. وهذا تاج رؤوسنا في الشباب. الله يسلمك. شكرا لك. فالحمد لله والشكر. يعني اهدي هالكاس ايضا لسمو الامير خالد بن سلطان، لجميع الشبابيين، لجميع اعضاء الشرف، لجميع المحبين، لكل مشجع لدينا صغير او كبير. الحمد لله. هذا واحنا السنه هذه سنتنا ما هي طيبه. شفتوا كيف رجع، وعدت الجماهير الشبابيه بالعوده، وشفتوا كيف العوده كانت قويه جدا. اخيرا بس كم قيمته؟ لانه بيكملوا الحفل، كم قيمه الكاس للعيبه لازم اصرف لهم مكافاه بطولتين، لان البطوله الحصول على الكاس، والبطوله الاهم تشريف القائد الوالد، بصرف عليها مكافاه. كم؟ باللائحه بدبلها. لا بنصرف لهم مكافاه بطولتين، لان انا ارى تشريف سيدي خادم الحرمين الشريفين اليوم بطوله، وانا بصرف مكافاه اللاعبين على هالبطوله. طارق معهم في المكافاه بدون شك. بيقعد. لا تكلمني عن جلوس وعدم جلوس. يلا يا عبد الرحمن عندك. الله يحييك. معليش بسامحنا وليد.